السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، ونصلي ونسلم على خير الورى شرفا ونسبا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المتابعون، أثيرت شبهات كثيرة ولا زالت تثار إلى أيامنا هذه حول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق. خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين. وهذا الزواج أثيرت حوله العديد من الشبهات ولا زالت تثار إلى أيامنا هذه. فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وكان ذلك بإذن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبرت وبلغت سن المحيض وشبت شبابا حسنا. وكانت عائشة رضي الله عنها تفتخر بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وهذا يدل على أنه لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت في مرحلة تطيق فيها الزواج، فقد دخل بها وهي بنت 9 سنين. وكان نساء قريش يبلغ بعضهن عند السنة 9، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وقد هنأها النساء بهذا الزواج فقلنا على الخير والبركة. والغريب في الأمر أن هذا الزواج لم يطعن فيه أحد في ذلك العصر، مع كثرة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين، فقد كان معروفا في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وأقره، وهو أن الصغيرة تخطب وتتزوج بإذن وليها. وقد كانت عائشة ستتزوج قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبير بن المطعم، كما روى ذلك الطبري في تاريخه. وهذه عادة العرب في شبه الجزيرة العربية، أن نساءهم يبلغن بسرعة على سن 9، فكانت الفتيات تخطبن بإذن أوليائهن لأقل من 9 سنين وتبقى في دار أبيها. يعني هؤلاء النساء يبقين في دار أوليائهن حتى إذا كبرن وبلغن سن الرشد وصرن صالحات للزواج ومطيقات له، يزفن إلى أزواجهن بإذن أوليائهن وبإذن أسرهن. وهذا زواج صحيح لا غبار عليه، فهو زواج بإذن ولي البنت، فولي البنت له أن يرفض إذا كانت البنت غير راضية على هذا الزواج وترفضه، فإن الولي يرفض. وأي شيء في هذا الزواج، البنت على الخيار، حتى إذا أرادت أن تفسخ الخطبة فسختها، وإذا أرادت أن تتزوج تزوجت. أي شيء في هذا. كان هذا الزواج سائدا في الجاهلية، ثم بعد ذلك لما بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإن لم يكن صوابا لما أقره صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا النوع من الزواج فهو من مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب، كالكرم والشجاعة وحماية الجار وما إلى غير ذلك من المكارم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتممها، والزواج على هذه الطريقة هو من مكارم الأخلاق. وإذا لم يكن كذلك فلماذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي يوحى إليه؟ ومن أراد أن يناقشنا في هذا الأمر فليضع في حسبانه أولا أن هذا الدين الجديد الذي جاء به الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالات وأنهيت النبوءات،
أن هذا الدين الجديد ما ترك شيئا يسعد الناس في الدنيا والآخرة إلا دعا إليه، وما ترك شيئا يشقي الناس في الدنيا والآخرة ويجعل حياتهم صعبة لا تطاق إلا وحذرنا منه. فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير كله، ودفع عن البشرية كلها الشر كله. أولا يجب على الإنسان الذي يريد أن يناقش هذه الأمور بعقلانية وبدون هوى، والتجرد من الهوى ضروري لمناقشة مثل هذه الأمور، فعليه أن يضع نصب عينيه هذا الأمر، أن الخير كل الخير في هذا الدين، والشر كل الشر في الابتعاد عن هذا الدين. وهذه الشبهة أثيرت أول ما أثيرت من طرف المستشرقين من اليهود والنصارى والحاقدين على دين الإسلام، والذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه الشبهة أثيرت من أجل محاربة دين الإسلام، وكانت بابا دخلوا منه على الإسلام لكي يطعنوا فيه، واستغفلوا ضعاف العقول من المسلمين. أما الكارهين للدين الإسلامي ممن هم من بني جلدتنا، فقد جاءتهم هذه الشبهة على قلوبهم، فقد فرحوا بها أيما فرح. وكل ما أرادوه من هذه الشبهة هو أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يريدون من البنت أن تبقى بدون زواج حتى تكبر، فيفتحون أبواب الزنا على مصارعها، فتكون البنت بذلك قد وقعت فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما هذا الزواج الذي كان في الجاهلية ثم بعد ذلك أقره الإسلام نظرا لكونه زواج صحيح فيه منفعة للأمة، وفيه أيضا دفع لمفسدة عظمى وهي مفسدة الزنا، فالإسلام جاء لسد هذا الباب ولسد هذه الذريعة، فكان زواج الصغيرات سدا لهذا الباب الكبير والذي يدخل منه على الأمة شر عظيم. ولعلكم الآن عرفتم ماذا يريد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من هذه الشبهة ومن إثارتها في كل زمن من الأزمان. والغريب أن البعض لا زال يبحث عنها ويثيرها كما سمعها من أصحابها دون تفكير ودون تمحيص، وهي شبهة واهية قد رد عليها العلماء وفرغوا منها، فاقتنع من اقتنع بردودهم، ولم تدخل إلى عقول من خيب الله سعيهم. فهذه مشكلتهم، حويصلتهم الفكرية ضاقت على استيعاب مثل هذه الأحاديث، وفي قلوبهم زيغ ورين من هوى متبع، فهذه مشكلتهم. فإذا لم تدخل مثل هذه الأحاديث إلى رؤوسكم ولم تقبلها قلوبكم فابكوا على أنفسكم، فهناك الملايير من المسلمين تدخل إلى رؤوسهم ولا مشكلة. إنما يريدون بهذه الشبهة أن يؤخروا الفتيات ما أمكن من الوقت عن الزواج، ويفتحوا عليهم باب تصاحيب بلغة المغاربة، وهو أن تتخذ البنت خليلا من الشباب، فيفتحون باب الرذيلة وباب الزنا على مصراعيه. هذا ويلعب الإعلام الهدام دوره الكبير في دفع هذه الأمور إلى الأمام عن طريق عرض المسلسلات الهابطة والأفلام الداعرة. ومن جهة أخرى فإن هذا الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة، كان وحيا من الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي كما رأى إبراهيم
الخليل أنه يذبح ابنه إسماعيل. لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها في المنام، وأخبره الملك أنها زوجته. فاستمع معي إلى هذه الرواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة، أي قطعة جيدة من حرير، فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. رواه الإمام مسلم. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤيا قد تكررت 3 مرات متتالية. ولندع السيدة خولة بنت حكيم تحكي لنا عن هذه الخطبة، خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة. تقول رضي الله عنها: دخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رمان زوجته، أي هي أم عائشة، فقلت لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ تبشرها بخبر عظيم. قالت: وما ذاك؟ فقالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. قالت: وددت، أي أحب هذا وأتمناه، انتظري أبا بكر فإنه آت. وهذا من الأدب مع الزوج. وجاء أبو بكر فقالت له: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. تصوروا ماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. كان رضي الله عنه يعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه. تقول السيدة خولة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. فرجعت من مسند الإمام أحمد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله سيمضي هذا الزواج ويبارك فيه. قالت: فأتيت أبا بكر فذكرت له ذلك، فبرزت مشكلة ترفع مقام سيدنا أبي بكر الصديق حتى للأوج. قال يعني أبو بكر الصديق: انتظريني حتى أرجع. قالت أم رمان توضح الموقف لخولة: إن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير، ولا والله ما وعد أبو بكر شيئا فأخلف. وذكرت أن المطعم بن عدي أنه يرغب في أن يزوج ابنه جبيرا من عائشة، وسيدنا الصديق ما أقر ولا نفى، ولكن سكوته شبه وعد، فلا يقدر أن يبت في الأمر وفاء بالوعد الذي كان قد قطعه للمطعم بن عدي. والجبير بن المطعم بن عدي هل يوزن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا، ولكن الوفاء بالعهد من الدين، وهذا موقف عظيم لأبي بكر الصديق. فأنا أتصور أن سيدنا أبي بكر الصديق كان يتمزق إن فاتته فرصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة، ولم يخطر في باله أبدا أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة. طبعا كل أب إذا جاءه شاب جيد وأعلن عن رغبته فمن الممكن أن يرحب به، ويصير هذا الترحيب شبه وعد له، ولا يستطيع أن يقول نعم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينهي هذه المشكلة، فذهب من توه إلى المطعم بن عدي. وهذا ابتلاء عظيم لسيدنا أبي بكر الصديق. دخل أبو بكر الصديق على المطعم وعنده امرأته أم جبير، وكانت مشركة. فقالت العجوز: يا ابن أبي قحافة،
لعلنا إن زوجنا ابننا من ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. نحن عندنا مشكلة معك، نخاف أن نزوج ابننا من ابنتك فتصبئه معك وتدخله في دينك. هذا كلام الزوجة. سيدنا أبو بكر الصديق لم يرد عليها إطلاقا، بل التفت إلى زوجها المطعم بن عدي فقال: ما تقول هذه؟ أي هل أنت موافق؟ هل حقا تخاف إن زوجت ابنك ابنتي أن يدخل معي في الإسلام؟ فقال: إنها تقول كذلك، أي أيدها ووافقها واعتمد قولها. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد شعر بارتياح لما أحله الله سبحانه وتعالى من وعده، وعاد إلى بيته. وهكذا خرج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من محنته، فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تم هذا الزواج ببركة من الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أخبروني، أية مشكلة في هذا الزواج؟ زواج كان سائدا في الجاهلية، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وتزوج بأمنا عائشة. أية مشكلة في هذا الزواج؟ أين الاغتصاب في هذا الزواج؟ يا من تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مغتصب، أين الاغتصاب؟ وقد تزوج بوحي من الله سبحانه وتعالى، وتزوج بالطريقة التي كانت سائدة في المجتمع، ثم أقرها نظرا لصلاحها للمجتمع. اسمعوا يا من تتابعون من يلوك هذه الشبهات ويعاود بثها في المسلمين، ويتهم رسولكم بأبشع الاتهامات. لو انفضضتم من حوله ولو تركتموه وشأنه لخفت صوته ولانقطع ضجيجه، ولكنكم ما زلتم تؤتتون قنواته وتتبعونه. فكيف بكم إذا خرج عليكم الدجال الأعور، الدجال الأكبر، الذي يزعم أنه هو الله، وعنده آيات، معه جنة ونار، يمر على الأرض الخربة فيأمرها فتخرج كنوزها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت. فكيف بكم إذا طلع عليكم هذا الرجل ومن أكثر أتباعه اليهود والنساء؟ أين عقولكم؟ يلبس عليكم هذا الرجل بكلامه فتتبعونه وتتركون الآيات الباهرات والأحاديث الشريفة والسنة النبوية والقرآن الكريم. لا جرم أنكم بهذه العقول التي تصدقون بها هذا الرجل أنكم لا شك ستسبقون النساء إلى اتباع الدجال الأكبر الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون مؤيد بآيات، وستكون فتنته أكبر فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة. هذا والله أعلم، ونسبة الغيب إليه أحكم وأسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. فما كان من صواب فمنه سبحانه وتعالى، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله.